يا أخي ما راح أحكي قمة الغباء عشان أنا بحبك وبحترمك، لكن غلط يكون في برنامج ناجح تلغيه. برنامج ناجح ليش بتلغيه؟ باب الحارة من أفشل المسلسلات في العالم ولسه بيعملوا منه أجزاء. فرنسا صارت بدها تخترع جهاز يرجع بالزمن عشان ترجع بالزمن وتنهي الانتداب الفرنسي عشان تخلص من أم المسلسل، وانت بتلغي برنامجك. يا أخي بتلغي برنامجك ليش؟ يا أخي الناس بتحبك يا زلمة، أنا بحبك، كل العالم بتحبك، تلغي البرنامج ليش؟ بدنا نحضر الخواطر يا رجل. ما تقوليش قمرة مش حلو ما بنحبه، يعني ناجح البرنامج بس مش زي خواطر. انا بعرف ناس بتفتح قمرة بس عشان تشوفك مش عشان تشوف المسلسل او البرنامج. يا اخي بنحبك يا زلمة، بنحبك يا بني ادم. ايه بتلغي البرنامج ليش؟ يعني اعمله مش عشان اليابان ولا عشان الوطن العربي، بدناش نتطور بس البرنامج حلو يا اخي، كنا نتسلى لما نحضره. حسبي الله ونعم الوكيل. مش بتحكي لنا احسان؟ مش ضليتك طول الاجزاء بتحكي لنا كلمه احسان؟ خلي عندك احسان واعمل البرنامج، كل الناس بتحبه. ام بي سي خليه يعمل برنامج. فيش عندكم بادجت لهذا رامز البايخ اللي بضل يعمل لي مقالب وابصر شو، ولا مسلسل باب الحاره؟ عندكم بادجت، جيبوه للزلمه، اعملوا اعطوه بادجت، خليه يطلع يروح وين ما بده، يروح احمد الشقير يروح وين ما بده، يعمل لنا برنامج يا اخي. ايه بدنا احمد الشقيري. مش ظابطه بدون احمد الشقيري، مش ظابطه يا اخي، مش ظابطه. افتح التلفزيون ما يطلع لي احمد الشقيري. عدت اجزاءه القديمه كلها، بدي اشوف اشياء جديده. ان شاء الله عمرنا ما نتطور، مش مهم نتطور، ما هو احمد الشقيري حول معنا، بدناش نتطور يا اخي، بس بدنا نحضر احمد الشقيري، بدنا احمد الشقيري يا اخي. يا عمي بدهاش ام بي سي مثلا تعمل لك برنامج، احنا بنلم بادجت وبنعمل لك احنا بنخرجه. يا اخي بدنا نشوفك يا اخي. ايه بدنا نشوفك، اشتقنا لك يا اخي، اشتقنا لك يا بني ادم. حرام عليك يا اخي، حرام.